السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواني الكرام. غنهضروا على مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الأرجنتيني غدا في الألعاب الأولمبية باريس 2024. وهذا الشيء اللي غنهضروا كذلك على بعض اللاعبين اللي غيلعب بهم السيد طارق سكيتيوي والطريقة د اللعب ديالو مع المنتخب الأرجنتيني اللي مجموعة صعيبة وصعيبة بزاف. بعد طول غياب عدنا في هذا الفيديو هذا، ما بقيناش كنديرو فيديوهات للاسف. عديد كما كنقولوا المشاكل اللي كتستعرضنا باش ما كنديروش فيديوهات بخصوص العمل. وكنتمناو ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقى الاعجاب ديالكم، ودعمونا كذلك بالاشتراك ولايك لما لا. وكما كنعرفوا قناتنا على اليوتيوب موقفينها لمده طويله، واخا كنلوحوا فيها الفيديوهات بهذا المعنى الكلمه. كنتمنى تدعمونا قناتنا الرميله سبور. البداية غتكون مع المنتخب الوطني، وكما كنعرفوا غدا غتكون مباراة صعيبة ديال المنتخب الوطني أمام المنتخب الأرجنتيني. وكما كنعرفوا المنتخب الأرجنتيني منتخب قوي جدا، ديما كيكون في الألعاب الأولمبية منتخب في المستوى. وكنتمناو إن شاء الله غدا نحققوا الفوز، وهذه أهم حاجة. ما يكونش التعثر غدا، إن شاء الله يكون الفوز. نتيجة إيجابية بكل معنى الكلمة، اللي مجموعة صعيبة بكل معنى الكلمة، اللي فيها منتخب أوكرانيا وكذلك فيها المنتخب العراقي. بجوجهم لعبنا معهم مباريات وديه، خسرنا امام المنتخب الاوكراني وكذلك خسرنا امام المنتخب العراقي في كازا. وكنتمنى بصراحه السيد طارق سكيتيوي يغير الطريقه ديال اللعب اللي كان كيلعب بها الشرعي، وكان كيلعب بجوج ديال المهاجمين. كنتمنى بصراحه غدا ان شاء الله يلعب بثلاثه المهاجمين، يعني باش كما كنقولوا لعبه ديال الاجنحه كل كذلك من الياس بن صغير. وكذلك كنتمنى كذلك يلعب الياس اخوماش من الاول، لاعب ممتاز جدا. هو كذلك في ذاك الريوق غيكون هو اشرف حكيمي، غيديروا كما كنقولوا بالباله بكل معنى الكلمه المنتخب الارجنتيني. وكنتمنى ان شاء الله غدا الاسود يفرحونا كذلك، والجماهير المغربيه اللي كتسنى هذه المباراه بفارغ الصبر. وكنتمناو بصراحه نحققوا الفوز، وان شاء الله كما كنقول ثلاثه النقاط مهمه جدا. كذلك تزيد تفوز بمباراه اخرى او جوج ديال التعادلات، انت تاهلتي بكل معنى الكلمه. وان شاء الله نحققوا شي ميداليه في الالعاب الاولمبيه اللي ما عمرنا حققناها كذلك في كره القدم. وكنتمنى بصراحه على ان المنتخب غدا يكون في المستوى. كما كنعرفوا اللاعبين مركزين، وغتكون المباراه في مدينه سان تيتيان الفرنسيه. وبصراحه كما كنعرفوا الجمهور المغربي في اوروبا كيكون بكثره مع المنتخب الوطني. ان شاء الله غدا غيكون تيران عامر، واخا لعب المباراه بكري ان شاء الله الجماهير المغربيه معولين عليها اللي في اوروبا ان شاء الله تعمر التيران ويساعدوا المنتخب الوطني. وكنتمناو لهم بصراحه التوفيق. بصراحه كما كنقولوا متفائلين، خصوصا كما شفنا عديد اللاعبين ما حاضرينش بكل معنى الكلمه، بحال اسماعيل الصيباري وكذلك المهاجمين كذلك الوزاني، وبزاف ديال المهاجمين بصراحه اللي ما كانوا وما بقاوش مع الانديه ديالهم اللي منعتهم يلتحقوا بالمنتخب الوطني. وان شاء الله كما كنعرفوا كذلك شادي رياض اللي كان اهم عنصر كذلك في قلب الدفاع ديال المنتخب الوطني، وكذلك علاء بولعروش، يعني عديد الغيابات. وان شاء الله بهاد الغيابات اللي كاينين غنحققوا الفوز. وكنتمنى انا بصراحه الجمهور كما كنقولوا يعمروا التيران بكل معنى الكلمه ويساندوا المنتخب مره اخرى. كنأكد على الجمهور على ان الجمهور هو كل شيء. كما شفنا الجمهور اللي كان في قطر شنو دار مع المنتخب، ووصلنا كما كنقولوا النصف نهائي اللي بقات تاريخيه. ما عمر شي منتخب دارها لا في افريقيا، منتخب افريقي وكذلك منتخب عربي. والسلام عليكم ورحمه الله. كان معكم محمد.